النهارده وانا زهقان وبلف في النت لقيت بوست واحده بتشكر خالتها انها عرفت نوع الجنين من شكل بطنها. ايه ده؟ هو في حاجه كده؟ الموضوع اثار فضولي جدا، فاخدت اللاب وفضلت ادور على النت ولقيت ان فعلا في ناس كتير كاتبه عن الموضوع ده. وهل فعلا الموضوع ده حقيقه ولا خرافه؟ وتعالوا اقول لكم ايه النتيجه. زمان قبل اختراع السونار كانوا بيحاولوا يعرفوا نوع الجنين من خلال شكل بطن الأم، وكانوا معتقدين إن الأم الحامل لو بطنها مدورة تبقى حامل في ولد، ولو الأم بطنها مسطحة تبقى حامل في بنت. وأوقات كتير كان الاعتقاد ده بيظبط معاهم وتحول من إن هو خرافة لحقيقة. بس الأساس العلمي إيه؟ تعالوا بقى لما نعرف. وشكل بطن الأم بيتحدد بسبب أكتر من حاجة، زي مثلا حجم الجنين، وكمان وزن الأم، وعدد مرات الولادة بتاعة الأم، وكمان قوة عضلات البطن. يعني شكل البطن ملهوش أي علاقة بتحديد نوع الجنين، والطريقة الوحيدة اللي تعرفي بيها نوع الجنين هي السونار. طب والرضاعة الطبيعية فعلا بتخسس؟ ده اللي هنعرفه الفيديو اللي جاي. أنا عمر محمد بقدم لكم نصايح منتجات ليكي ولطفل.